قبل ما تلبسي شيب وير أو كورسيه تحت الهدوم أو حتى تعملي عملية، لازم تعرفي إن جسمك فيه كورسيه طبيعي. النهارده هنتكلم عن إزاي نشد الكورسيه ده ونصغر منطقة البطن ونعمل وسط. ليه أصلا نهتم بالشكل بالدرجة دي، أو ليه أصلا نهتم بالمنطقة دي بالذات؟ الوسط بالذات مربوط بصحة القلب، يعني دراسات بتأكد إن كل ما زاد السيركمفرنس بتاعة منطقة البطن كل ما الشخص كان عنده ريسك أكتر إن يجيله أمراض القلب. كمان العضلات اللي بنمرنها في الكور أو في المنطقة دي يعني تساعدنا في حركات كتير في اليوم، بتعمل كور سترينث عالي، كمان بتعمل باك بين بتقلله جامد عشان بنمرن العضلة مع كيو ال موجودة في الظهر بنفس التمارين اللي بنمرن بيها عضلات البطن. مش عايزاكي تفتكري ان انا بقولك ان في حاجة سحرية هتغير شكل مثلا عرض العظم بتاع القفص الصدري او عرض عظم الحوض. الحاجات دي مش هتتغير، جينات، ودي اللي بتفرق، وكل بنت ليها قالب مخصوص ليها، لكن احنا بنحاول نوصل لاحسن صورة لجسمنا. عرض القفص الصدري، عرض الحوض، اماكن ارتباط العضلات، دي بصمتك انتي، ده شكلك انتي، ده القالب بتاعك انتي، وده المفروض تتقبليه زي ما هو. ايه اللي نقدر نغيره؟ الفات برسنت وشكل العضله. طبعا عشان توصلي لوسط صغير، اول حاجه لازم تعمليها ان انت تقللي الدهون، لان كل الطبقه اللي فوق دي طبقه الدهون مهما اتمرنتي مش هيبان التمرين غير لما تتخلصي من الدهون، وتتخلصي منها بكالوري ديفيسيت دايت. الدايت هنتكلم عليه بحلقه لوحده، بس النهارده هنركز قوي في انواع العضلات اللي موجوده في البطن وازاي نمرنها. ايه اللي بيرسم شكل الوسط؟ الناس فاكره ان الوسط ده عضله واحده اللي هي 6 باكس، لكن في الحقيقه هي عضلات كتير قوي. اول عضله هنتكلم عليها وهي عضله اسمها ترانسفيرس ابدومينس، وهي دي اللي تعتبر الكورسيه الطبيعي للجسم. هي زي الحزام، كل ما بنشد الحزام ده الوسط بيصغر. بنمرن العضله دي ازاي؟ بنمرنها بتمرين سهل قوي اسمه الفاكيوم، وده تمرين نعمله من غير ما نقصد. لما نيجي نتصور ان انت بتشفطي بطنك وبعد كده بترخيها بعد 15 ثانيه، بتكرري الموضوع ده 3 ل 4 مرات ورا بعض، وبتكرري التمرينه دي مرتين في الاسبوع مثلا. تاني تمرين للترانسفيرس ابدومينس هو البيلفيك مارشنج. بتنامي على ظهرك، بترفعي رجلك لفوق، بتبداي تمشي في الهواء وانت عامله انجيجمنت للكور بتاعك. تالت تمرين وهو الديد باج، الترجمه الحرفيه هي الحشره الميته، او انا بحب اقول عليها الصرصار المقلوب، عشان بتنامي على ظهرك وبترفعي رجلك وايديكي لفوق. رابع تمرين للعضله دي اسمه البيرد دوج، تقعدي على ايديكي ورجليكي وبترفعي ايد واحده مع رجل واحده والعكس، وده تمرين اسمه البيرد دوج عشان حرفيا تعملي شكل الكلب لا مؤاخذه وبعدين شكل العصفوره. تاني عضله في البطن اسمها الريكتوس ابدومينس، ودي هي السكس باكس اللي كلنا بنحب شكلها. تشبيه حلو للسكس باكس، هي زي التطريز اللي على الفستان من بره. لو العضله الثانيه الترانسفيرس ابدومينس هي الكرسي، فالتطريز اللي من بره هو السكس باكس. والسكس باكس بنمرنها طبعا بالكرانشز بالسيت ابس، اكيد شفنا تمرين ليها كتير، في حتى ناس بتعلق على البار وبترفع رجليها لفوق، ده تمرين حلو قوي لللور باكس. فلو السكس باكس هدف من اهدافك ممكن تمرنيها بالشكل ده. الاوبليك، العضلات اللي في الجنب، والعضلات اللي في الجنب دول مهمين قوي، شكلهم بيبقى حلو، شكلهم بيبقى زي خطوط طالعه كده لفوق. لو عملتي بروجريسيف اوفرلودنج وكبرتي العضله دي ممكن اكشلي توسعي وسطك عن ما هو. التمرين بتاع الاوبليكس ده زي مثلا السايد برانشز او اي حاجه فيها ان انت بتعملي تويستنج، مع ان فاكرين زمان كانوا تمرين تويستنج ده بيعمل وسط، بس بالعكس تمرين التويستنج ده طبعا هو صحي يعني، وعمره ما هيكبر الوسط من غير اوزان، بس في ماشين في الجيم بتعرفي تعملي تويستنج ده وبتزودي الاوزان، لو عملتيها ممكن تزودي السيركمفرنس بتاع الوسط. العضله الاخيره هي الكيو ال، العضله دي في اخر الظهر من ورا، وبتمرنيها بنفس تمرين بتاع الترانسفيرس ابدومينس اللي هو البيرد دوج. انا بنصحكم تمرنوا العضله دي لان العضله دي بتخلي الباك بين يروح، يعني لو انت ظهرك بيقفش من تحت كده من كتر القعده او من كتر حتى التمرين بتاع الترانسفيرس ابدومينس مع الكيو ال ده اللي هو البيرد دوج تعملوا اليفيشن. كمان في تمارين تانية للكيو ال دي بيحسسك بانستنت ريليف لو انت عندك باك بين. ممكن حتى احط لكم لينكات لاحسن التمارين اللي شفتها اونلاين، واحده المانيه عامله فيديو تحفه على الكيو ال ده، ممكن احط لكم اللينك بتاعها وهتفهموا التمرين من غير ما تبقوا فاهمين الماني. عايزه اطلب منك طلب، قومي دلوقتي جيبي منظوره وقيسي الوسط، وبعد كده ابدأي في هاي بروتين كالوري ديفيسيت دايت، وابدأي في التمارين دي لمده 90 يوم. تقيسيش طول ال 90 يوم، بعد كده قيسي في اخر يوم وقولي لي الفرق. نظريا المفروض يكون الوسط صغر، ودي حاجه فعلا ممكن نحققها لنفسنا، دي مش خيال علمي ولا كاتش فريز ولا حاجه تخليكي تسمعيني، لا بجد انت ممكن تتحكمي في شكل جسمك بالحاجتين دول، نيوتريشن والدايت. في الاخر عايزه اقول ان احنا مش لازم نوصل
لصورة المانيكان، بس إحنا ممكن نوصل لأحسن صورة لنفسنا. كل الحاجات اللي ما نقدرش نغيّرها في جسمها هي حاجات جميلة بتدّينا الطابع بتاعنا، المفروض نتقبّلها زي ما هي، وأي حاجة ممكن نغيّرها في نفسنا ليه ما نحسّنهاش، والموضوع ده كمان بيحسّن صحتنا في نفس الوقت. أنا باشوف إن شكل الجسم بيدّيكِ زي حاجة تتابعي بيها الprogress بتاعك، وبيخلّيكِ تتابعي بيها حالتِك الصحية لو أنتِ وصلتِ للشكل ده بطريقة طبيعية. شكرًا جدًا إن أنتم سمعتوني، دي كانت أول حلقة في يانا يا المانيكان، سلسلة باوضّح فيها إنه بالتغذية وبالdiet ممكن تتحكمي في شكل جسمِك وتوصلي لأحسن صورة لنفسِك. تابعوني، أنا صيدلانية وعايشة في ألمانيا، وهانبسط أوي لو عملتوا لي follow وsubscription، ده هيشجعني أكمل الفيديوهات. أشوفكم في فيديو تاني من يانا يا المانيكان.